2005 مريت كده بمشكلة في حياتي الزوجية. لقيت نفسي كده تحولت الى يعني بني ادمه بتجري طول الوقت، وفي نفس الوقت عندها مسؤوليات كتيره قوي. وسالتني كده هو انت سعيده؟ ولقيت ان انا لا، السعاده اللي انا كنت بحلم بيها كزوجه مش لاقياها. مش عشان جوزي راجل وحش، بس عشان احنا الاثنين مشغولين قوي بالشغل وبالولاد وبالتفاصيل وحاجات كتيره قوي. وقفت وقتها وقلت انا محتاجه حل، انا نفسي اعيش سعيده. وكانت البدايه ان انا الجا لمكتبه واجيب كتاب واجرب ان انا اقرا كتاب واطبق اللي في الكتاب. الكتاب ده اللي عمل فرق جدا محوري معايا كتاب لمؤلف عالمي اسمه جون جراي، والكتاب بعنوان Men are from Mars, Women are from Venus and Children are from Heaven. يعني رجال من المريخ ونساء من الزهرة والأطفال من الجنة. هشارك معاكم 3 خطوات عملية من الكتاب طبقتهم ولمست فعلا الفرق في حياتي الزوجية والعائلية بعد ما طبقت ال3 خطوات دي. كتاب مارس فينوس او المريخ والزهرة اول خطوة طبقتها منه وكانت ملهمة جدا جدا. فكرة ان انا فهمت الطبيعة المختلفة للراجل عن الست، وفهمت ان الراجل بيحتاج حاجة اسمها الكهف او بلغة جون جراي كده الكيف. وان الراجل لما بيرجع من الشغل او بيرجع من السعي اللي هو بيسعى له بيبقى محتاج فترة يقعد فيها مع نفسه. في الكيف ده لما بيدخل الكهف هو بيبتدي يفرغ الضغط العصبي والتوتر اللي هو مر بيه في يومه العملي. وبعد كده لما بيقعد الفترة دي لوحده وبيفرغ الضغط ده بيبتدي يبقى فايق ويقدر ان هو يتواصل مع اهل بقى الكوكب الزهرة اللي هي زوجته او اولاده. فالتطبيق اللي انا طلعت بيه ان انا بقيت فاهمه ومحترمه جدا الكهف بتاع جوزي. الكهف بتاع كل يعني حد من ازواجنا بيكون مختلف. ممكن في حد الكهف بتاعه هو ان هو يقعد يلعب بلاي ستيشن، او الكهف بتاعه انه يتفرج على مسلسل، او الكهف بتاعه ان هو يدخل يتابع الاخبار على النت. ما بيكونش الهدف ان هو يلعب، بيكون الهدف فعلا ان هو يفرغ الضغط. خلينا نطبق الاكشن دي بان احنا ندي لازواجنا مساحه ان هم يفرغوا الضغط عشان نقدر نعيش معاهم حياه اسهل. من كتاب المريخ والزهره اتعلمت اكشن تانية وطبقتها. الاكشن التانية اللي انا طبقتها كانت لها دعوه بان انا اطلب قبل ما اقرا الكتاب. كنت يعني ايه واخده كده ان انا بقى 7 رجاله في بعض وانا هعمل كل حاجه، وكانت عندي ثقافه كده ان الرجاله هي مستحيل اصلا تساعد. واطلب من جوزي مساعده ازاي؟ لغايه لما قريت كتاب مارس فينوس and children are from heaven، او يعني الرجال من المريخ والنساء من الزهره والاطفال من الجنه. وفهمت لغه الراجل اللي جاي من المريخ ان هو محتاج ان لما نطلب منه حاجه نطلب منه حاجه واحده بس، ونطلب منه الحاجه دي وكانها مش هنطلبها كانها على المدى الطويل. يعني ايه؟ يعني ما اقولوش انا عايزاك حاجه واحده بس تساعدني فيها، هي ان انت توصل الولاد المدرسه وبصفه عامه. دي كده على المدى الطويل. الراجل ده بالنسبه له حاجه صعبه جدا وفقا للثقافه بتاعته، وبالتالي او وفقا للطبيعه بتاعته، وبالتالي بنحتاج نطلب منه الحاجه مره واحده بس. فاقول له انا محتاجاك توصل الولاد المدرسه النهارده، وبعدين بكره ارجع تاني اقول له انا محتاجاك توصل الولاد المدرسه النهارده، وهكذا. ولما نطلب منه حاجه نطلب حاجه واحده at a time. يعني لو انا عايزه منه 3 حاجات ما اطلبهمش مره واحده، ده بيحطه تحت ضغط جامد جدا بالنسبه لطبيعته كمريخي. هحتاج اطلب منه حاجه واحده وبعدين بعد ما يخلصها اطلب الحاجه الثانيه. من كتاب المريخ والزهره اخدت اكشن ثالثه وفرقت جدا جدا في حياتي الزوجيه وفي علاقتي بزوجي. انا متجوزه من سنه 97 وبقالي سنين بقى. قعدت من 97 ل 2005 وانا بطبش، وبعد 2005 قريت كتاب المريخ والزهره وابتديت اعوم بقى في الحياه الزوجيه. الحاجه الثالثه اللي انا اخدتها في التطبيق كانت فكره التعبير عن التقدير، ودي احد الحاجات المهمه جدا جدا للرجل المريخي اللي اتكلم عليها جون جراي في الكتاب بتاعه، وقال ان الرجاله بيفرق معاهم جدا ان احنا نحسسهم بالتقدير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا من كام يوم كنت طالبه سمك على غدا، واول ما السمك جه حطيته على السفره وقلت لجوزي شكرا ان انت you're putting food on our table، يعني ان انت تخلينا ناكل. انا اللي طلبت السمك بس هو اللي دافع السمك. النهارده الصبح كان نازل الشغل، وهو نازل قلت له شكرا ان انت نازل الشغل تسعى عشان تجيب لنا مال حلال. الراجل بيحب جدا الاحساس بالتقدير، وبالذات في التفاصيل الصغيره. شكرا انك وصلت الولاد، شكرا ان انت قفلت النور قبل ما تنام، شكرا ان انت شحنت كارت الكهرباء، شكرا. خلينا نجرب نطبق الحاجات الصغيره دي اللي بتفرق جدا في الحياه الزوجيه.